خطوة بسيطة ما كنتش أعرفها عن مخلل اللفت، لما عملتها نتيجتها أبهرتني جدا. بتقطعوا اللفت بالشكل اللي تحبوه. ببقى مجهزة كمان بنجر، وهو ده اللي بيديله اللون الأحمر. بقطعه قطع صغيرة وبعدين بحطها في وسط اللفت كده من تحت، وبعد كده أحط شوية لفت وبعدين أحطه في الوسط، واحط شوية لفت، وعلى وش البرطمان بحط شوية من البنجر. بعد كده بجهز محلول التخليل اللي هو عبارة عن مية. هتلاقوا المكونات كلها تحت الفيديو. مية بحط عليها ملح، والخطوة اللي فرقت معايا في القرمشة بتاعته بقى هي معلقة من السكر. بعد كده بحط خل، وحطيت كمون حصى، ضفت كمان شطة أو فلفل حار. بقلبهم كويس وأتأكد إن الملح والسكر وكل المكونات دابوا في المية، وبعدين بحطهم على اللفت. بقفل البرطمانات كويس وأتأكد جدا إنها اتقفلت كويس. مخلل اللفت عشان يديكي الطعم المظبوط بيحتاج من 4 ل5 أيام